سمكيه مكرونه. بص من جوه، جوه عامله ازاي؟ دهب. سكر بقى. اهلا بكم في مقارنه احسن سمك مكرونه، ومعانا 3 براندات، 2 منهم مشهورين بتوع زمان، وواحد لسه طالع كام سنه، بس نسمي الله ونقارنهم ببعض. تعالى لي هات لي بقى اولاد سمير ونشوف كيلو المكرونه. بص عارف بقى ايه؟ عارف انت الشغل بتاع زمان، كيس البتنجان وطبق الرز اللي في طبق الفل. يا نهار ابيض، ده سعر ايه؟ ده 290 جنيه كيلو، ده انا كنت بشتريه ب1000 وحاجه. انا عاشق لسمك المكرونه يا جماعه. بس الصغنن ده بيطلع سكر. ده سمك المكرونه يا جماعه اكله تعتبر من احلى اكلات السمك. يعني الناس اللي بتاكل سمك، احلى صنف في اسماك في اي نوع سمك، سمك المكرونه ده سكر. ده وليه اوقات معينه. المكرونه البلدي ما بيبقاش فيها شوك كتير. يعني الميزه في المكرونه البلدي او المكرونه المستورده ان المستورده بيبقى مليانه شوك والكلام ده كله. سفه بلغتنا. طبق الرز 20 جنيه ومدينا طحينه وبتنجان وجرجير وراجل مروق عليه على الاخر. نخش بقى على ايه؟ على اكبر شويه. سمكيه مكرونه. بص من جوه، جوه عامله ازاي؟ دهب. ده الماظ يا جدعان. انا عاشق لسمك المكرونه. بسم الله. بص لحمتها اصلا عامله ازاي سمكيه مكرونه. منظرها ايه سمكه دي؟ قشطه ايه يا لهوي، في صوص ايه ده كلها فوسفور. دي على الكورسون. اوعى تفتكر ان المكرونه حاجات عليه كورسون، لا دي جواها فايده. دي ساعات وهم بينضفوها يلاقوا جواها جمبريايه. والرز والطحينه مش عاجبني، والسمك عاجبني قوي وسعره محترم قوي. والمحل من سنه 1993 وهو مطعم اولاد سمير. سمك من بتاع زمان والطعم بتاع زمان. خش